السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة كشف الحقائق. أهلا وسهلا بكم جميعا، مشرفينا ومنورينا. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نشكر الله ونصلي على النبي، واللي مش مشترك عندنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في مشكلة دايرة كده بين محمد حوارات ونسيبه، أو قناة نسايبه يعني حماه وأخو ومراته. هما فيديو، تعالوا نشوف كده بيقولوا إيه ونرجع لبعض تاني. دي البداية كده. هو بيقول هنا: كل اللي هحكيه فعل وسلوك حصل، مش هيفرق معايا كتير كان حد مؤيد او معارض. اللي بقوله بس كل اللي جوايا اتمنى اكون وصلته صح في الفيديوهات دي. الجزء الاول، خليكم فاكرين ده الجزء الاول، يعني في جزء تاني. تمام، نشوف كده بيقول ايه ونرجع لبعض. لا ابرر حاجه خالص. انا طالع اقول كلام، اول حاجه انا لسه اقولها ان انا برتاح قدام الكاميرا، او برتاح لما بتكلم قدام الكاميرا، لان دي من الحاجات اللي انا بحبها في حياتي اصلا. المهم عشان ما اطولش كتير وعلشان نخش مثلا في الموضوع على طول، هجيب تفاصيل خارجيه مش هجيب تفاصيل داخليه خالص. لا ثواني بس، يعني ايه تفاصيل خارجيه مش تفاصيل داخليه خالص؟ هو مش المفروض هتتكلم في الموضوع اللي يخص الموضوع؟ يعني ايه هتجيب تفاصيل هتكلم عن ناس تانية يعني ولا ايه؟ كمل يا محمد كمل. لا اي حاجه، انا لا بقارن نفسي بحد ولا داخل في سباق مع حد، لان انا مؤمن جدا ان مفيش حد بيخسر حاجه مكتوبه له ولا هياخد حاجه مش ليه. فمهما انا حاولت او مهما اي حد حاول، ده اي شاب في سني الكلام ده، او اي حد عامه، مهما حد حاول في حاجه هياخد اللي ربنا كاتبه له بس، حتى لو غيره حاول اللي هو يمنعه عنه. ده برضو انا بتكلم في العام، ما بتكلمش على وجه الخصوص بحد معين، علشان انا لما باجي اتكلم في حاجه انا دايما بقول نصايح، ودايما بحب اقول الكلام دوت على الانستا وعلى التيك توك. لو دخلتوا عندي هتلاقوا الكلام ده كله اصلا متسجل، فانا الكلام ده بقوله عادي في ستورياتي، لكن انا مش بقول لحد بوجه الخصوص. دي اولا. ثانيا، لما فتحت اللايف الاخير اللي هو كان على اليوتيوب هنا، انا رديت على سؤال، انا ما طلعتش اتكلمت على حد، كنت فاتح لايف عادي لان كان في مشكله. انا ومؤمن برضو بالمشوره، اللي انا بحب اشور الناس او بحب اشور اللي حواليا، فعادي لما بكون مثلا المشاهد او الشخص اللي داخل يشوف اللايف بتاعي او بيتفرج عليا، انا بحب اشوره، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياخد بالمشوره من اللي حواليه. انا بحب كده، فانا طلعت اتكلم مثلا عن الموضوع اللي هو اخر فتره ليه الفيو عندي قليل او ليه الريتش عندي قليل، والكلام ده بحد اللي انا كنت شغال غير الفتره اللي قبلها. على المنصه هنا على اليوتيوب بحاول احسن اكتر في المحتوى نفسه بتاع الفيديو بطريقه معينه، في المونتاج بطريقه فكر الكلام ده. في فيديوهات كده خشوا شوفوها هتلاقوا فعلا يعني فيديوهات غير اللي فاتت، وفعلا كنت تعبان فيها جدا يعني. والتعب ده بيبقى تعب جهد وتعب مادي، بيبقى الاثنين، عشان بس ان يعني في ناس ممكن تكون متوقعه، او في ناس كتير فاهمه الكلام ده. الفيديوهات اللي في فيديوهات المحتوى بتاعها بيبقى صعب، بيبقى في جهد مادي وبيبقى في جهد بدني، وغير المونتاج طبعا، غير التصوير، فبيبقى في اصلا جهد في الحاجه دي ما بتتعملش ببساطه. اسمه محتوى، واللي شغال في الحاجات دي او جرب يعمل حاجه زي كده هيعرف ان الموضوع ده صعب، او الموضوع اصلا انت تتكلم قدام الكاميرا بتلقائيه، ده برضو بياخد معاك وقت على ما انت متعود تتكلم قدام الكاميرا مظبوط وكده، فالموضوع مش سهل زي ما ناس كتير متوقعه. بس دي نقطه. النقطه الثانيه انا هتكلم في تفاصيل كتيره جدا، بس انا عايز اقول الكلام ده الاول علشان انا لازم اقول الكلام ده الاول، يعني في كلام انا بقوله جاي، في كلام انا بقوله بيحضر يعني محمد بيحضر. انا لما اتكلمت في اللايف وعلى سؤال، يعني انت لما بتردي لي سؤال انت ليه ما رحتش العقيقه، او انتوا ليه ما رحتوش العقيقه، انا ما قلتش حاجه غلط، انا قلت فعلا اللي حصل. طيب بدل اللي حصل دوت يعني في زعل او انتوا زعلتوا منه، طب ليه حصل؟ يعني انتوا زعلانين اللي انا رديت اللي هو الحاجه العاديه، الحاجه الطبيعيه اللي حصلت اصلا، فما بالكم بالفعل اصلا، يعني الفعل ما زعلناش مثلا، او الفعل ما بيزعلش، والسؤال اللي هي الحقيقه الاجابه بتاعته تبقى غلط. فانا مش شايف بصراحه ادنى غلط في الحته دي، في النقطه دي، ليه؟ لان دي الحقيقه. معنى كلام محمد يعني ان هم الناس سالتهم يعني ليه ما رحتوش العقيقه بتاعت اختكم وكده، فقالوا لهم اللي حصل، يعني قال لهم اللي حصل كان فيه مشكله او حصل يعني الحوار اللي حصل بقى. قالوا هم بصراحه يعني، فتقريبا اهل اختهم يعني اللي هم محمد حوارات يعني بيلوموهم، يعني انتوا ازاي تقولوا للناس كده وكده يعني. هي اللي حصلت، يعني الحقيقه ما تزعلش عادي، احنا ما رحناش، هو فعلا عرفنا صدفه وزينا زيكم بالفيديو اللي نزل بتاع العقيقه، انا ما كدبتش في حاجه. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، الدنيا مش هتكيف حد، يعني انت مش هتاخد كل حاجه في حياتك، مش هتاخد كل حاجه في حياتك وكمان عايز غيرك يكذب او يحسن الصوره للي قدامه. لا، انت الكويس ما بحبش اكذب، ولو هجمل بحب اجمل يعني بتركات بسيطه، لكن افضل اكذب وفي حاجات كتير اصلا اتراكمت انا اتضايقت منها، عشان كده انا عملت الفيديو ده، عشان كده طلعت اتكلمت. وحاجه تاني اللي هو موضوع التصوير، طب انا ما قلتش حاجه غلط، ايوه فعلا هي نوع من التصوير وهي وافقت على كده، بس الموضوع ما كانش كده، الموضوع بدايته ما كانش كده خالص. هنرجع بالذاكره سنه فاتت علشان خاطر في تفاصيل خارجيه مش يعني هم منعوها من التصوير مع اهلها، يعني ان هي تصور مع اخوها او والدتها او والدها او الكلام ده. ما قلناش احنا ان يعني محمد دوت زي ما قلنا هو نسيب محمد حوارات، والمفروض ان هم عندهم قناه اصلا على اليوتيوب، تقريبا ما كانتش شغاله قوي القناه او عليها مشاهدات ضعيفه يعني، وواضح ان هي مثلا ابتدت المشاهدات تكتر او تزيد عندهم من بعد ما اختهم اتجوزت محمد يعني. الناس طبعا عشان قنوات يعني محمد حوارات يعني
كبيره طبعا زي ما احنا عارفين، قنوات اخواته وكده. فواضح مثلا ان قنواتهم يعني ابتدت تظهر على هذا الاساس، يعني على اساس محمد يعني. وهنشوف برضو بقيه الفيديو ونكمل تاني. في خالص، ومش هجيب حاجه يعني في العمق، انا هجيب تفاصيل خارجيه عاديه باينه قدام المشاهدين اصلا وباينه قدام الناس كلها. في بدايه قبل الجواز وقبل الكلام ده مش هذكر اسامي عشان مش هحب اذكر اسامي في الفيديو هنا. والله يا محمد يعني انت المفروض لا تجيب التفاصيل ده خارجيه ولا داخليه، يعني حفاظا بس على اختك يعني، وحفاظا على عيشه اختك مع اهل جوزها مثلا او كده. يبقى لازم يبقى في شويه تضحيات شويه يعني. جايز ده كان يعني يعمل صلح، لكن يعني ما بعد الفيديو دوت ما اعرفش. وانت كاتب كمان الجزء الاول، يعني في جزء تاني، يعني لسه الموضوع معانا مطول. نكمل كده. الناس مش لازم اسمه ايه، كنا بنطلع استوريهات عادي بكل تلقائيه، في الاستوريهات منشن بنطلع لايفات مع بعض هزار وضحك، انتوا كنتوا فاكرين مين دوت وكده. وكان في حاجه اسمها كولبريشن ديت على الانستجرام، الحاجه اللي بتنزل تظهر عندي وعند الشخص ده، يعني تظهر عندي وعنده في صفحه. فكنا بننزل كولبريشن مع بعض عادي. الدنيا كانت تمام، كنا بنظهر في الفيديوهات على اليوتيوب على القنوات هناك، ده عادي جدا كنا بنظهر. والنقطه دي برضه انا هقولها لكم، لان الناس او المتابعين عندهم برضه فضول اللي هم يعرفوا مين. يعني كان بيظهر على القنوات، كانوا بيظهروا عادي على القنوات بتاعت قناة حوارات يعني، والقنوات التانية وزياد والقنوات اللي هي تخصهم يعني. كان عادي الموضوع الأول، كان عادي تمام. فدي كانت حتة برضو أنا فهمتها قدام، ما فهمتهاش ساعتها. ويمكن لو احنا ما كناش اشتغلنا على القناة ديت بتاعت ولاد رزق دي، أنا عاملها من زمان فعلا، بس ما كنتش بقى بشتغل عليها. وهم كانوا 3 فيديوهات أو 4 فيديوهات، وفيديو منهم أنا مسحته لأن كان نازل على قناة تانية. في منهم 3 فيديوهات أنا منزلهم من زمان، حتى الأول تحت خالص كان في 2019 أو في 2020 دلوقتي كنت أنا عاملهم. فأنا الموضوع أصلا في دماغي وأنا حابه من زمان، بس أنا مش هنكر فضل غير في حالة واحدة، لو الفضل دوت أو الحاجة دي كانت معمولة عن قصد، أو كانت معمولة من الشخص دوت أو من الجهة دي عن قصد. لكن الفضل دوت هو مش فضل، لأن هو لما اتعرف واتعرف إن إحنا ابتدينا نشتغل على القناة، ابتدينا نتهمش أو نتحط على الأرشيف، فهو كان هيبقى فضل لو الحتة دي ما حصلتش. بس فدي من عند ربنا. يعني هما كده لما القناة بتاعتهم النسب حصل أو الجواز حصل، ابتدوا هما ينشروا على القناة بتاعتهم تاني، وابتدى يتعرف إن أختهم هي مرات محمد حوارات. فابتدوا يتعرفوا عن الطريق ده، فابتدت الناس تخش لهم، بقت تخش يعني هنا وهنا. ودي حاجة يعني أنا شايف إن هي حاجة طبيعية يعني قنوات محمد مثلا حوارات، وقناة الحاج جابر وحمدي ووفاء وقنوات كتير، يعني مش محتاجين تبص مثلا لقناة لسه طالعة أو مبتدئة أو ربنا كرمهم خلاص والناس حبتهم وابتدت تتعامل معاهم. هم طبيعي الناس مش مغيبة، يعني الناس لو دخلت مثلا للقناة دي بتاعت محمد ولاد رزق دي وما عجبتهمش، او المحتوى اللي هم بيقدموه ما عجبهمش، اكيد هيخرجوا او مش هيتابعوهم يعني. فانتوا ليه مثلا اتضايقتوا او ليه زعلتوا ان نسيبك مثلا عمل قناه ونجح؟ ما تسيبه ينجح ودعمه وزوده، ايه المشكله يعني؟ احنا كان لينا طبعا فيديوهات على الناس دي يعني من بدري، من سنه كده ولا سنه ونص. وكان في فيديوهات برضو منزلينها كتير يعني بسبب القصص دي وبسبب حاجات كتير يعني. لو حابين تتعرفوا عليها يعني هتلاقوا الفيديوهات على القناه موجوده يعني. في حاجات اتعملت كتير شبيهه للموقف بتاع اللي محمد بيحكيه ده. نكمل كده. ثم سبب من الناس. وفي نقطه كمان، اول ما المنصات بتاعت اليوتيوب والتيك توك والانستجرام اول ما ظهرت اصلا، كان اي ناشر محتوى كان بيبتدي يطلع على المنصه ديت كان بيطلع بجهد من المنصه، يعني المنصه كانت بتزقه علشان خاطر المنصه تشتغل. فكانت بتطلع على طول. لكن حاليا الناس هي بقت بتطلع الناجح، بقت بتطلع اللي هم بيحبوه. فانا بس عايز اوصل الصوره كامله، لان في ناس شايفه الصوره من زاويه جايه. هي الناس لبعضيها يعني. المفروض مثلا قناه شغاله وانا مثلا ليا صديق مثلا فاتح قناه او كده، برفع له منتدى، بشاور عليه. وقنوات كتير يعني طلعت بسبب الحكايه دي، ان حد اداهم زقه او حد اداهم دفعه او حد اداهم سناده اللي هي في الاول، وبعد كده هو بيكمل بقى وهو براحته يعني. النجاح او الفشل ده بتاع ربنا يعني. لو هو في قبول اتحب من الناس ومحتواه اتحب، طبيعي الناس هتكمل معاه. ده اللي احنا قلناه من شويه يعني. نكمل عشان نشوف كده اخرة القصه دي ايه. فاهم الزاويه دي، في ناس شايفاها من الزاويه دي، بس الصوره كامله مش واضحه عند كله. فهي الصوره كامله واضحه عند كله، مش غلط، ما بقولش حاجه غلط، انا بقول فعلا اللي حصل. كان في كولبريشن بيتعمل بقى، كان في تيك توك وكان في يوتيوب، كنا بنطلع فيه عادي على القنوات هناك. تمام. حتى في الفيديو اللي هو بتاع الفرح والفيديو بتاع الصباحيه والفيديو ده كله احنا طلعنا فيه. اول ما ابتديت بقى نزلت الفيديو اللي هو بتاع الفرح، وبعديه الفيديو بتاع ذكرياتنا الحلوه مع علاء بعد ما اتجوزت. الفيديو دوت نزلناه بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. الفيديو ده عدى نص مليون، يعني ما كملش اسبوع وكان معدي نص مليون اصلا. الفيديو ده جميل جدا يعني، لحد دلوقتي بتفرج عليه بحبه جدا. وساعتها لما انا كنت بنزل فيديو كانت عليه كتير. انا اعتقد ان الفيديو ده هو سبب المشكله، ان هم حسوا ان هو هيبتدي قناه ولاد رزق دي هتبتدي تتعرف يعني، او هتبتدي تتشهر.
فمن هنا ابتدت الحاجات بقى اللي حضراتكم فاهمينها يعني. من اللي هو الدعم اللي كان بتعمله معايا العادي اصلا قبل الجواز وفي حياتنا العاديه، لان انا كانت واخده كورسات في السكين كير، وكانت يعني شغاله في السكين كير اللي هي كانت واصله لمرحله كويسه جدا اصلا في السكين كير، مش شغل كده وخلاص. واللي هي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر بجد دي اللي عملت نفسها بنفسها. يعني بجد تعبت كتير جدا الاقي في شغلها، ويعني تعبت علشان توصل لمرحله في اصلا في السوشيال برضو على قد كده. هو فعلا بتعبها ومجهودها هي بجد، يعني ربنا يا رب يكتب لها كل خير. اختي وهتفضل اختي وهفضل احبها، تمام. ومحدش هيمنعني ان انا بتكلم عليها في الفيديوهات، وهتكلم براحتي في الفيديوهات. لايف تاني انا رديت بس على سؤال في حاجه حقيقيه، في حاجه ما تزعلش. تمام، دي حاجه ما تزعلش عليها، انا رديت قلت دي حاجه حقيقيه حصلت. ايه الكذب في كده؟ طب ما احنا فعلا ما طلعناش في الفيديو العتيق. طب ماشي، عشان احنا ما اتعزمناش واحنا شفنا الفيديو زي المشاهدين، فدي حاجه مش غلط. الموضوع السوشيال ميديا هو كان في دماغنا من زمان، وانا كنت حابه انا من زمان، بس يعني ما شاءش القدر غير ساعه الايه؟ ساعه الجواز. اتعرفنا، بس كانت فعلا هتبقى بفضلهم لو النقطه اللي انا بقولها ديت ما كانش حصلت بجد. يعني انا زعلت جدا منها، والموضوع ده تراكم عليا، ولما كنت بتكلم فيه ما كنتش بلاقي. لا ثواني يا محمد، يعني هو كده غلط. غلط ليه؟ هقول لك. لان انت يعني المفروض اللي حصل في، يعني لو في مشكله حصلت قبل كده هم ما قالوهاش، يعني هم ما اعلنوهاش وطلعوها على العام. انت اللي طلعت كده، يعني انت كده اللي بتبتدي تقول اللي حصل، الموقف اللي حصل مثلا حصل كذا، فعشان كده احنا ما رحناش العقيقه. هم ما قالوش ايه اللي حصل، وما قالوش ايه الموقف، وما قالوش ان في زعل. يعني احنا ما عرفناش ان في زعل دلوقتي غير عن طريقك انت. ده غلط طبعا. انت المفروض اي مشكله عائليه انت بتحلها بينك وبين اهلك، او بينك وبين اختك، او بينك وبين جوز اختك، في الابواب المغلقه او خلف الابواب المغلقه، يعني زي ما بيقولوا. انما انت كده غلطت انك طلعت، وبعدين انت كاتب جزء اول، يعني لسه في جزء تاني. احنا هنكمل برضه عشان نشوف قصه ايه برضه. مش بلاقي رد لحد ما الفيديو بقى هكمل كلام. لحد ما الفيديو اللي هو عدى نص مليون بتاع ذكرياتنا الحلوه مع علاء ده نزل، تمام. لكن لحد الفيديو ده والفيديو بتاع اسامينا، هم 3 فيديوهات بالظبط. كانت بتاخد كنت ببعت لها اللينك، او هي كانت بتاخد اللينك وتحط عندها في الستوري، نوع من انواع الدعم لعيلتها، اللي هو الحاجه العاديه اللي هي ابسط حاجه اصلا حد بيعمله مع عيلته، اخوها وعادي وعيلتها. فدي حاجه مش عيب ولا حرام ولا غلط. مش حاجه اسمها اطلع لوحدك، مش حد بيطلع لوحده. ليه؟ حتى لو انت بتعمل حاجه حلوه وصارف عليها جدا جدا وبتصور باعلى الامكانيات، ما كانوش اخترعوا حاجه اسمها اعلانات مموله مثلا. ما كانش الناس اللي هي بتبعت جفتات للمشاهير علشان تتعرف كانت بعت الجفتات، كانت ابتدت بنفسها. يعني هي لا، السبب ان هي رفعت لهم الفيديو ده، الفيديو اللي هو يعتبر جايب اكبر نسبه مشاهده عندهم في القناه، يعني او هو اللي رفع لهم القناه، او هو اللي على لهم القناه. الاء رفعت الفيديو بتاعهم ده على منتدياتها بقى، وعلى صفحاتها وكده، فالفيديو انتشر طبعا واتشاف يعني. وحتى يعني هم طلعوا برضه مش كده برضه، يعني مش بالجهد اللي الكافت بتاعهم، تمام. لا، في سين من المشاهير والبلوجر، في سين من القرايب دعموهم. ليه؟ لان انت بتعمل حاجه حلوه او بتعمل محتوى حلو، فالمحتوى دوت انت عايزه يتشاف، تمام. فانت لما حد بيدعمك او بيطلعك او الكلام ده بيخليك تظهر لشريحه هبسطها لكم وهجيبها لكم، يعني اكشف لكم كل حاجه. بيخليك تظهر لشريحه اكبر من الناس او من المجتمع، بيخليك تظهر، بيخليك تعرف، بيخلي الناس تتابعك برضه، بيخلي الناس تشوفك حتى لو هم ما ظهروش معاك بعد كده. خلاص انت لو الناس كده دخلت لك في الفيديو ده، في منهم. دي حقيقة طبعا. يعني هو محمد مثلا قناة حوارات كانت طالعة، وكان في قناة حمدي. يعني أنا حاضر حمدي لما كانت لسه قناته 30,000 قناة، ما شاء الله دلوقتي يعني داخلة في تقريبا 8 مليون أو 9 مليون. كانت حوارات طالعة بعديهم، يعني حوارات طلعت بعديهم. يعني أول حد دخل في القصة بتاعت اليوتيوب حمدي، وبعدين حوارات، وتقريبا بعد كده محمود وسحر، كانت محمود وسحر. وابتدوا بقى ينشروا لبعض ويشيروا لبعض، وابتدوا كده. وهم طبعا وفيديو يتعمل في القناه دي، وفيديو يتعمل في القناه دي، قناتهم وزياده الله يرحمها. فكبروا. ده كبروا بايه؟ بسبب المسانده، وبسبب ان هم دعموا بعض، وان هم قلبهم كان على بعض. ونركز في الحته دي قوي، ان قلبهم كان على بعض، فيعني رفعوا وعلوا بعض. الفيديو اللي بعد بس مش كلهم، دي حقيقه. بس انت كده هتبقى كسبان من النقطه دي. فالكلمه اللي بتفضل تتقال لي دايما وكده، واطلع لوحدك ومش عارف ايه ومجهودك، انا ما عنديش مانع، وما طلبتش من حد اللي هو يطلع معايا على فكره. يعني انا ما طلبتش منهم خالص اللي هم يطلعوا معايا. انا بتكلم كل ده على الحاجه اللي تخصني اللي هي اختي. فالفيديو بقى اللي هو بتاع نص مليون ده اول ما اتشاف بالصدفه منه، تمام. بعدها بالظبط بكام يوم جالي تليفون، عادي السلام عليكم مش عارف ايه والكلام دوت، على هيئه نصيحه. اتقال لي الفيديو اللي انا عملته في الفرح، اللي انا صورته في الفرح، الفيديو دوت جاي ليه عليه ضرايب، يعني الناس طلبته بضرايب. قلت له طب على كده بقى كذا وكذا 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 البلوج. هو ده بقى، ركزوا في الحته اللي جايه دي. جايين ليك عليهم برضو ضرايب. يعني ايه ده؟ ايه الضرايب دي كلها؟ ده انت كده هتدفع فلوس كتير. طب قول لي وانا هشيل معاك وادفع معاك، هساعدك. دوت عشان حسيت اللي هو ما احترمش ذكاء، فانا رديت عليه بالرد ده، فسكت. ما جابليش سيره الموضوع ده تاني. هو في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها كده؟ لا، انا مش ههبل. قلت له انا دارس على فكره محاسبه، وفي محاسبه ضريبيه انا دارسها، فانا فاهم في الكلام ده، وعارف اللي فيه 1 2 3 4 5. ما فتحتش شايف الموضوع ده. ايه بقى اللي تم بعدها؟ اللي تم بعدها اللي الاكونتات بتاعت اختي
اللي هي الانستجرام، التيك توك، الكلام ده كله اتوقفت تحت بند اللي فيه ضرايب شغاله، يعني في ضرايب هتتاخد منهم، فلازم الاكونتات ديت تقف. انا ماليش دعوه باي اطراف ثانيه، بتكلم عن حاجه بتخصني. وده فعلا اللي حصل. ليه؟ علشان يتوقف اي منشن، عشان يتوقف اي كولابريشن، علشان يتوقف اي حاجه تيجي دعم من الناحيه دي. معلش يا جماعه، انا هكمل في فيديو تاني بقيه الاحداث كلها، وشكرا جدا ان انتوا كملتوا معايا الفيديو لحد هنا. بس قبل ما اقفل الفيديو، قبل ما اعمل الجزء الثاني للفيديو الثاني، يعني دي نصيحه لاي شاب في سني، او اي شاب عايز ينجح، او اي حد عامه عايز ينجح. انت اول ما تطلع اول سلمه هتلاقي ناس كتير فعلا اتخلت عنك، واول ما تقع هتلاقي ناس كتير اتخلت عنك وما وقفتش معاك، غير اهلك، ده حقيقي، غير اهلك وبعض من الاصيل او بعض الأصيل. والله عارفيا في ناس غريبه انا ما كنتش متوقع اصلا، يعني ابعتت لي بالصدفه غريبه، انا شفت منها فعل، مش نصيحه، انا شفت منها فعل فعلا بغرض اللي هم بالمساعده، مش الناس القريبه. فانا هعمل الجزء الثاني، الجزء الثاني ده هينزل على القناه بتاعت عائله ولاد رزق. دي اللي هي قناه صغيره طبعا. القناه التانيه اللي هو هينزل عليها الجزء الثاني، وقناه تشيل قناه وانتوا عارفين طبعا القصه. يعني القناه اللي هو نزل عليها الفيديو دي قناتهم الكبيره، معديه طبعا ال100,000. هنزل طبعا الفيديو على القناه الصغيره عشان تكبر هي كمان، وهنشوف. الى اللقاء ان شاء الله في الجزء الثاني كده، ونشوفكم على خير ان شاء الله. وتابعونا عشان نشوف الموضوع ده هيوصل على ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.